السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة النهاردة سهلة وبسيطة. تعالوا شوفوا انا هعمل ايه ان شاء الله. حتة القماشة دي كانت عندي مركونة وكنت هرميها وانا بعمل القماش اللي عندي، فقلت اعمل منها شوية في افكار كده ان شاء الله هتفيدكم. تعالوا بصوا كده، انا جبت حتة القماشة دي وتنيتها على 4 وناحية المطاطية يا جماعة، ناحية المطاطية عشان دي انا مش هحط فيها استك. وجبت دي، بصوا خليت، بصوا هو عرضها ده مناسب، ممكن تعملوها بالعرض اللي انتوا عايزينه. انا بعمل دي على حسب الاستخدام اللي انا هستخدمه. وجبت دي كمان اهي، بصوا قصيتها اهي، هي حته وقعدت اقصقصها، يعني 3 حاجات هعمل بيهم 3 توك يا جماعه. عايزه اقول لكم الفكره جميله جدا وسهله وهتوفر عليكم كتير جدا بدل ما الحاجات دي انتوا بترموها. تعالوا هنا بصوا بقى، انا هقفل القصقوصه دي معايا كده من جنب واحد زي ما انتوا شايفين اهي. دي هعملها سورتيت يا جماعه، سورتيت اللي هي التوكه التوق دي اللي هي اللي عامله زي البندانه. بصوا هفردها كده زي ما انتوا حضراتكم شايفين واخلي خطة من جوه. ركزوا في الخطوه دي يا جماعه. بصوا هجيب دي كده هحطها على الطرف دي ودي الطرف دي، وهاتني دي من الناحيه دي ودي من الناحيه دي، بس كده، وهعمل عليهم فرماتوره وهتطلع شكلها جميل جدا ويعني وحلوه. وادينا اهي عملنا حاجه من الهوا، بدل ما نرميهم ونروح نتاني نشتري وندفع فيهم فلوس، وبتدفع فيها فلوس كتير جدا. بصوا اهي كده عملنا طوكة اللهم بارك جميلة جدا، اسمها سورتيت او بندانة اهي. بصوا يا جماعة اهي جميلة جميلة جدا اللهم بارك، حلوة جدا. تعالوا بقى للطوكة الصغيرة دي، هنعمل الطوكة الصغننة خالص. عارفين انتوا الطوكة الصغيرة اللي بتتحط في الضفيرة من تحت؟ هي دي. انا قلت هعمل طقم بقى كامل لبنتي. هنا بصوا اهو حطيت استك كده على الاستك اهو، وعلى القماش الطرفين على بعض اهو، وابدا اخيطها كلها اهي، وابدا اقفل الحرف. سهله جدا بسيطه مفيهاش اي حاجه، بس همشي جنب الاستك، همشي جنب الاستك كده خطوه بخطوه كده بالراحه. وبعد كده بقى هشيل ايه الزيادات. لو وصلت لغايه هنا صلي بينا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. متنسيش تعملي اشتراك على عندي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد وكل الافكار توصلك. آه متنسيش تشاركي الفيديو عشان خاطر بس ما يقفش عندك وناس كتير تستفاد منه. بصوا بدأت كده خلاص عرشتها اهي. التوكة دي اللي بتتحط من تحت يا جماعة. تعالوا بقى ايه نعمل التوكة دي الاستيك دي، جميلة جدا وسهلة. ورحت سألت عليها بره ب20 جنيه، ليه بقى ب20 جنيه انا مش عارفة. فتعالوا بقى بصوا اهي، جبت الاستيك دي بعمل 3/4 بعمل تلتين الاستيك، تلتين الطول يا جماعة. انا بعمل الاستيك تلتين الطول، شوفوا انتوا اي طول انتوا عايزينه وانا بعمل التلتين بتاعه استيك. ثبت من الحرف ده وهثبت من الحرف ده كده زي ما انتوا شايفين اهي. معلش المكنة عملتها معايا. هنا ببص اهو، بعد كده هجيب بقى ايه اهو كده وهعملها عادي، فعشان الناس اللي مش هتعرف تقلبها تقلبها من مفك. بس كده هثبتها بقى من ناحيتين كده اهي، احط الطرفين على بعض بس اعدلهم امم كده، واثبتهم بقى مع بعض. على فكرة دي شكلها يطلع في الاخر جميل جدا. بصوا اهي كده اهي. اجيب بقى معايا الحتة دي هقفلها خالص كده اعملها زي لوكسة، ودي بقى هقلبها بالمفك اهي، بس كده اهي. واروح ربطاها من هنا كده، بس انا قلت اعملها ايه اثبتها على المكنه احسن اهي. بحط الطرفين على بعض كده وبزنق في بضيق قوي على التوكه عشان بس ما تتحركش، بس كده اهي. بس عايزه اقول لكم سهله جدا. هاتني بس الطرف اللي انا كنت سايباه مفتوح بتاع اللوكسه، بس كده اهي. شكلها جميل جدا. نسكت بقى على كده؟ لا طبعا ما نسكتش. تعالوا هقول لكم هنعمل ايه كمان. جبت اللولي بقى ده اللي عندي اهو، جبته وهبدأ بقى اجيب معايا اللزق بتاعي اللي بلزق بيه الحاجات دي اهو، وابدأ بقى الزق كام واحدة جنب بعضيها وشكلها يطلع جميل جدا. ما تنسيش بقى تعمليهم طبعا عندي للصفحة، او لو بتشوفي الفيديو على القناة عندي تعملي مشاركة للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتشاركي الفيديو مع احبابك عشان بس الفكرة ما تبقاش عندك انتي بس يا بخيلة، تبقى عند ناس كتير جدا تستفاد منها وتدعي لك برضو ان انتي ايه شافت الفيديو عن طريقك. بس كده بصوا شكلها يبقى عامل ازاي اللهم بارك، جميل جدا جدا جدا. بصوا سهلة جدا بسيطة، وعملنا حاجة من الهوا، كل حاجة هتبقى عندك اهي. بصوا جميلة ازاي.
استنوني في فيديوهات كتير. سلام.